دايما بتلاقوني بتكلم في فيديوهات وحاجات اقول لكم يا جماعه، اللي يجي جديد يدخل مدرسه ويتعلم قواعد القياده حتى لو هو بيسوق طول عمره، لما يجي يطلع الرخصه كويس. مش مهم يعني في ناس كل بتفكر في ان ازاي تعمل معادله الرخصه المصريه او الرخصه اللي معاه من بره عشان يجي يعدي الامتحان العملي فيدخل فيخلص حاجته والدنيا تبقى تمام وانتهينا وياخد الرخصه بسرعه وخلاص. تمام. ايه هي المشاكل اللي ممكن تترتب عليك ان انت في القياده في امريكا وانت مش عارف انت بتعمل ايه؟ كويس. انت مش عارف بتعمل، انت مش عارف ان القوانين هنا عامله ازاي، القواعد هنا عامله ازاي، لان القواعد في امريكا غير بقيه الدول، كل دوله ليها قواعدها في المرور غير التانية. تمام. انا معايا رخصه من سنه 98، يعني اول رخصه طلعتها في حياتي سنه 98. تمام. لما جيت وعملت رخصه هنا دخلت مدرسه، كنت في نيويورك ودخلت مدرسه وانا قلت له انا بعرف اسوق وطول عمري بسوق. قال لي خد حصه ساعه واحده اعرف القوانين المطلوبه منك واعملها عشان تعدي في الامتحان. دخلت عملت دوت، ده فادني. لكن عشان انا درست بعد كده دخلت خدت رخصه تي ال سي وعملت حاجات تانية بدات افهم قوانين بجد. الموضوع هنا مختلف تماما عن اي حاجه ممكن تتخيلها. احنا مثلا في مصر مثلا لما تمشي تلاقي في نقره في الطريق كويس. لو واحد مشى على طول طوالي وخد النقره ديت بالعربيه يقول ده الراجل ده شارب. صح؟ يعني بيبوظ عربيته. انت في مصر بيقعدوا يحودوا حوالين النقر. لو انت عملت الكلام ده في نيويورك الشرطه هتوقفك وهتتهمك وتفكر ان انت شارب سعادتك، لان انت الطبيعي انك بتمشي في حارتك مظبوط. في حارات في الطرق ما ينفعش تمشي بين حارتين، ما ينفعش تعدي، ما ينفعش فجأة تخش يمين وفجأة تخش شمال من غير ما تبص، من غير ما تضرب اشارات ومن غير ما تعمل قواعد الامان. الحاجات دي فيها مخالفات كبيرة، ولو حصلت حادثة فالحادثة بتبقى المشكلة عليك. انت عندك تأمين والتأمين بيغطي، التأمين ليه حدود. ولما انت بتعمل حادثة وانت غلطان وحادثة كبيرة وتكلف تأمين كتير هيعلي عليك التأمين او مش هيرضى يعمل لك تأمين تاني وتبدا تدوخ بقى عشان تلاقي شركه تامين تانية. وفي ناس بسبب مشاكل التامين ما بقاش عارفين يسوقوا عربيه، بقى عندهم عربيه وبيدفعوا قسطها مثلا او حاجه ومش عارف يسوقها ومش قادر يعمل حاجه، مش عارف يعمل حاجه، فمن غير تامين ما يعرفش يسوق. في مدن زي مدينه نيويورك مثلا عندها قواعد خاصه مختلفه عن بقيه الولايه اللي هي جواها. يعني مثلا لما تيجي تحود يمين والاشاره حمراء في كل ولايه نيويورك بتقف وتبص يمين وشمال الدنيا تمام والمشاة ما فيهاش حاجه ممكن تدخل يمين عادي، الا لو في يافطه تقول لك ممنوع. مدينه نيويورك ممنوع تدخل فيها يمين والاشاره حمراء. كويس. ممنوع، يعني ما ينفعش تعمل كده. طيب البيداستريانز او المشاة، احنا متعودين مثلا في بلادنا بتيجي عربيه بتحود يمين مثلا انت ماشي على طول العربيه كانت ماشيه على طول وتحود يمين، ففي ناس مثلا مشاة بتعدي الشارع بتضرب لهم كلاكس عشان يعدوا، يا جماعه عدونا خلينا نمشي والطريق للعربيه. صح؟ الكلام ده مش في نيويورك مثلا او في امريكا بشكل عام، بس في نيويورك سعادتك مخالفات الحاجات دي مضاعفه ونقط وافلام هندي. كويس. انت لما تيجي تحود يمين ولقيت حد معدي تفضل واقف تماما ما تتحركش لغايه لما يعدي خالص والطريق يبقى كلير، حتى لو الاشاره احمرت، حتى لو مش عارف ايه، هم ليهم الاولويه. الامان والسلامه قبل اي حاجه هنا. العجل مش هنا منظر ملوش داعي، يعني انت ممكن تزقه وتخبطه بعربيتك وانت ماشي وتعديهم وخلاص. لا، ليهم حاراتهم في حاجه اماكن معينه. لما تمشي على الحاره بتاعه العجل بتاخد مخالفه، لما تقف على الحاره بتاعه العجل بتاخد مخالفه، كنت بتنزل حد على حاره العجل بتاخد مخالفه. في حارات مثلا للباصات مكتوب فيها ممنوع، هي للباص بس ممنوع تمشي فيها وممنوع تقف فيها، لما تقف فيها تاخد مخالفه. المخالفات هنا كتير. السرعه في حاجه سبيد ليميت، في مدن فيها كاميرات للسرعه. عندك 5 مايل، يعني مثلا لو السرعه بتاعت الشارع 25 لغايه 30، اول ما تاخد 30 تبدا تديك تيكت. طب الشارع فيه مثلا 4 5 كاميرات مثلا، هديك 4 5 مخالفات وكل مخالفه برقم، واضرب بقى يا معلم وعيش حياتك. هي دي الدنيا. فالموضوع مش بالسهوله دي. غير موضوع الركنه، موضوع الركنه ده مشكله.
يعني انت لازم تعرف انت عربيتك ديت كوميرشال ولا عربيه عاديه. يعني انت سايق عربيه نوعها ايه، وقوانين الحته اللي انت عايش فيها ايه. يعني هل مسموح ان انت تركن عربيه نوع العربيه ديت في المنطقه اللي انت فيها ولا لا. كويس. يعني في مناطق مثلا ممنوع فيها لو واحد مثلا مع عربيه TLC من نيويورك بيشتغل بيها اوبر ولا بتاع، في مدن في جيرسي وفي مدن في لونج ايلاند وبتاع ممنوع تركن فيها عربيتك بالليل. كويس. ما ينفعش تسيبها في الشارع، بيعتبروها عربيه كوميرشال وممنوع تركنها تاخد تيكت. فلازم تأجر لها مثلا باركينج او تأجر لها حاجه تحطها فيها. في حاجات اماكن ممنوع انك تركن عربيتك فيها في اوقات معينه عشان النظافه. لما تركن عربيتك فيها تاخد تيكت. في اماكن تحط عربيتك لازم تعمل حاجه اسمها تفيد الميرور او تدفع فلوس للعداد عشان تركن فيها، بتدفع فلوس للعداد. لازم تعرف انت بتعمل ايه. كمان موضوع الطفايه بتاعت الحريق، في عندك مسافة معينة لازم تبقى مسافة ما بين يعني ورا وقدام طفاية الحريق موجودة قد عربية تقريبا، عشان لو عربية المطافي تيجي في امرجنسي لأي سبب تعرف تدخل بدون مشاكل. طب ساعتك ركنت فيها تكت زمان. انا اول ما جيت انا مش عارف دلوقتي وصلت كام، بس كانت التيكت في نيويورك بتتكلم $185 عشان تركن عليها. ولو في امرجنسي هيكسرك ازاز العربيه ويمشوا المواسير بتاعه المطافي من خلالها. عادي جدا. عادي جدا. انت عربيتك واقفه في مكان غلط، فانت ليه تعمل كده في نفسك؟ وممكن تتسحب وممكن اي حاجه وتدفع فلوس قد كده. طيب والله يا جماعه انا مثلا جاي، وانا هدي مثال. واحد او حد او انا او فلان او علان جاي من مطار مثلا في نيويورك، واصل مطار نيويورك وهيروح جيرسي. تمام، حلو جدا. هي عايز يوفر وقت ومجهوده، فهيأجر عربيه ولا حاجه من هناك من هنا لهناك يروح ويخلص نفسه. تمام. انت عارف الطريق ده ماشي ازاي؟ انت عارف ان انت في عندك حاجه اسمها تولز او كارتات طول الطريق من مكان للتاني للتالت. وعارف ان انت هتدفع زياده عشان انت لو انت يعني انت لو ما عندكش ايزي باس في العربيه هتدفع فلوس زياده وهتدفع رقم كبير. ولو انت عندك ايزي باس لازم تكون مرتب ومظبط مع الشركه عشان تدفع الفلوس بتاعت الايزي باس اللي هتطلع على العربيه. ان انت غير كده الفلوس هتتضاعف. انا مره من لما جيت في اول ما جيت كنت مأجر عربيه وركنت في حته وانا ما خدتش بالي، خدت تيكت وانا ما اهتمتش نسيتها. التيكت كانت مثلا مش فاكر كانت ب $40 ولا $50 حاجه كده. اضطريت ادفعها مع الشركه بعد كده قرب ال $200 عشان كان في عليها غرامات. فايه، ما عندكش حل. لازم تعرف قوانين البلد عشان تمشي مظبوط وما تخشش في مشكلة. اتعلم وشوف القوانين وشوف الحاجة وافهم اللي انت بتعمله، عشان القيادة هنا مش سهلة، والامان اهم من اي حاجة هنا في امريكا. وربنا يسلم الجميع، وتحياتي. مع السلامة.